شلونكم حبايب قلبي؟ إن شاء الله تكونون بألف خير وصحة وسلامة يا رب. وصفتنا لهذا اليوم راح تكون كبة البرغل أو كبة الجريش، لأن أنا راح أستخدم اليوم برغل وجريش. تفيدكم للسلق، للقلي، لكبة السراي، كبة الشوربة. نبدي ونقول بسم الله. المقادير هنا راح تكون على حسب الرغبة، تستخدمون أكواب القياس، الأكواب العادية، كاسات نفس ما أنا هسه مستخدمة كاسة. الأحجام متروكة إلكم، تريدون غرامات أيضا، تريدون كيلوات، على حسب الأنفار اللي انتو تريدون تسوون إلهم. أنا اليوم استخدمت هاي الكاسة. الخلاصة مالت الوصفة، المقادير إلها هي مقدارين من الجريش مع مقدار واحد من البرغل، أيا كان الكوب القياس أو الوعاء اللي تقيسون بيه. مقدارين من الجريش مع مقدار واحد من البرغل. راح أخلطهم، راح أخذهم وأغسلهم بمي دافي حتى أتخلص إذا كانت أكو قشور بالبرغل أو يعني غبار بيه أو كذا. أغسلهم بمي دافي. راح تروح هاي الرغوة كلها وراح أصفيهم كلش زين من المي، نصف يكون كلش ناعم. راح أصفيهم كلش 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 زين تصفوهم. رأسا راح تشوفون حبات البرغل أو الجريش رأسا صارت طرية، لكن بعد شوية بيها قوة. فهنا أنا ما راح أقدر بعد أضيف مي زيادة، ولا راح أعرف الكمية الصحيحة للمي إذا ما راح أترك العجينة ترتاح تقريبا من ربع ساعة إلى نص ساعة وينشف كل المي، حتى أعرف إيش قد هي بعد محتاجة مي. هنا أنا بعد مرور نص ساعة ضبط 30 دقيقة تنعجن بإيدي، لكن شوية بعد بيها قوة. فايش راح أسوي؟ راح أضيف لها هنا الملح وأبدي أعجن بها وأنث عليها شوية شوية مي. هنا أنا رشيت الملح، طبعا كمية الملح أيضا متروكة لكم حسب الكمية اللي انتم مسويها. هاي الطريقة كلش سهلة، حتى لو انتم ما تعرفين تسوين كوبا وهاي أول مرة إلش راح تنجح. شوية رش من المي، رش خفيف وأعجن. ولا راح تحتاجين ماكينة ولا راح تحتاجين أي شي، بس إيدي وشوية مي راح أعجنها. راح تحصلين على عجينة لا تخليها كلش قوية ولا كلش سايلة وناعمة، وتبالغين برش المي. أنا أختبرها كلش عجينة حلوة ملسة وناعمة وما محتاجة أي شي، وتجي بإيدي بكل سهولة. راح أتركها ترتاح شوية ونشوف الخطوة الثانية. أنا راح نسوي الحشوة تقليدية. عندي بصل ناعم راح أحمسه كلش زين. راح أرفع 3/4 من كمية البصل الموجودة. راح أضيف اللحم. اليوم أنا سويتها بلحم العجل المفروم، تقدرون تسووها بصدر الدجاج، تخلطون بين الاثنين حسب رغبتكم. راح أحمسهم زين. بعدها راح أضيف لهم استكان مي حار. راح أتركه إلى أن ينشف المي تماما ويبدي يحمس اللحم. هنا بعد ما نشف المي راح أضيف التوابل. فلفل أسود، نعناع مجفف، كمون، شوية قرنفل ودارسين. هاي التوابل متروكة إلكم، تقدرون تستخدمون توابل الكبة جاهزة، وهاي أنواع كلش من عندها هواية بالسوق، أو أي نوع بهارات أنتم معتمديه وتحبوه. أنا استخدمت هاي الأنواع، تنطي طعم وريحة كلش طيبة، خليط كلش حلو ممتاز. إذا حابين تجربوه راح أعطيلكم مقاديرها بصندوق الوصف. والملح حسب الرغبة. راح أشوحهم كل زين ويا اللحم إلى أن تتجانس النكهات كليتها. بعدها راح أرجع أضيف البصل.
اللي طلعته. هاي الخطوة مالت البصل راح تفيدني انه حتى احصل على طعم البصل المكرمل ويا اللحم، لان اذا ضفته كليته ويا اللحم من البداية وبعدين رجعت ضفت عليهم المي الحار راح ينتهي كل البصل الموجود، ما راح احس بطعمه غير هيك شي كلش خفيف. هنا انا قسمت الحشو طبعا قسمين، قسم حطيته نفس ما هو، والقسم الثاني راح اضيف عليه الكشمش. والكشمش انا ضفته هيك رأسا بدون اي قلي، مباشرة طلعته من الفريزر للجدر ولا عليه اي شي. راح تنفش الحبات مال الكشمش، وبنفس الوقت تكون الطريقة صحية، ما راح احتاج الى زيت هواية، اقليه وارجع اضيفه فوق اللحم. وهنا انا خلصت الحشوة عندي. هسه راح نسوي السوب اللي راح اسوي بيه الكبة. وهذا السوب متروك ايضا لكم، تحبون تسووا نفس السوق اللي يكون بس بصل مفروم على معجون نومي بصرة ومي، والبهارات ايضا تكون يعني شي كلش خفيف، فقط ملح وفلفل اسود. اني سويت هنا شوية طريقة مختلفة، حمست البصل، حطيت مكعبات بوتيتا وياها جزر، هنا أنا ماجي خضار، شوية من الكاري وشوية فلفل اسود. راح احمسهم. البوتيتا هنا والجزر ينطون طعم كلش طيب للسوب، وبنفس الوقت ينطوه ثخن من نشا البوتيتا. راح اضيف ملعقتين ونص من المعجون، او على حسب انتو جدا تحبوها حمرا يعني. راح اضيف النوم الاسود، ورق انذار، ونص عود دارسين او قرفة. راح اضيف لهم مي حار، وراح اتركها الى ان تتسبك وتستوي الخضار كليتها. السوب كلش بسيط وطعمه كلش طيب وسهل وسريع. هنا أنا ايش راح اسوي بالقدر الثاني؟ راح اخلي فقط مي، ورق غار، وعود دارسين، وشوية كاري، شوية كركم وملح. هذا المي راح اتركه يغلي، راح استخدمه للكوبا السلق الاعتيادية التقليدية اللي مجرد كوبا سلق. الحين انا راح اسلقها وبعدين افرزها. هسه راح ناخذ لنا استراحة بسيطة، نشرب لنا فنجان قهوة ونرجع نكمل وصفتنا. هنا أنا فتحت عندي أول زهرة كاردينيا، كلش عطرها طيب. ورجعنا حبايبي لوصفتنا. هنا أنا الشوربة مالتنا أو السوب اللي راح نسلق بيه الكبة جهز، واستوت البوتيتو والجزر وتسبكت النكهات كلها. وين أنا هذا المي الفار اللي بيه البهارات. وين أنا الحشوات مالتنا جاهزة.
والعجينة مالتنا ارتاحت، وراح نبدي نقول بسم الله ونلف. هنا أنا حتى أميزها بين الحشوات، إذا عندكم أكثر من حشوة، أكو ناس تحب أيضا المكسرات بالحشوات، فهنا أنا اختاروا شكل مختلف حتى تميزوهن وتعرفون كل وحدة شنو حشيتوها. هنا أنا راح أسويها أني كرات صغيرة، وأيضا الأقراص الاعتيادية اللي احنا متعودين عليها، الشكل التقليدي للكبة مالتنا العراقية، حتى أميزهم اللي بيها كشمش عن اللي بيها فقط اللحم والبصل. هنا أنا راح أبدي أخليها بالسوق. راح أخذ الكمية اللي تكفيني وجبة الغداء، راح أخليها بالشوربة أو السوق اللي أنا سويته. بقية الوجبة كلها راح أسلقها وأصفيها تبرد وأفرزها، تفيدني بوقت آخر. إذا أنتم تحبون أن تسووها تازة في وقتها أنتم حرين، تحبون أن تفرزوها تفيدكم أيضا بوقت آخر. هنا أنا عندي مو مجرد ما تطوف راح توخروها من الشوربة أو ترفعوها من السوق، حتى لو طافت بالسوق تبقوها إلى أن تستوي كلها تماما تماما، تستوي وتصير كلش هشة. أما اللي محطوطة هنا فقط بالمي والبهارات أول ما تطوف رأسا راح أطلعها وأصفيها، لأن أنا أريد أفرزها، راح تظل محافظة على نفسها وما تنفك عندي من أرجع أطلعها مرة ثانية وأخليها بشوربة أو سوب أو حتى من أسوي بيها تبسي، بتكون يعني تظل محافظة على نفسها وعلى شكلها. فمجرد ما تطوف رأسا راح أصفيها لأن لسه وراها تفريز. هنا أنا بعد ما صفيتها ونشفت كلش زين وبردت فرزتها، وهاي يعني بعد ما استوت صبيتها، وراح اشوفكم هسه قوامها شلونه وشلون صايرة. كلهم طعمهم طيب، اللي مسلوق بالبهارات ايضا طعمها كلش طيب، واللي بالشوربة ايضا طعمها بعد اطيب. وهاي سفرتنا النهائية، ان شاء الله يا رب تجربون هاي الوصفة وتعجبكم، وعلينا وعليكم بألف صحة وعافية.